عواشركم مباركة بالصحة والهناء وباش ما تمنيتو إن شاء الله. جبت لكم اليوم ألذ وأسهل حلوة باردة توجدوها لضيافكم وتفرحوا بها وليداتكم، ويمكن لكم توجدوها حتى لنهار العيد. كتجي خطيرة في المذاق ديالها، وحتى المنظر ديالها كيف تشوفوا كتجي زوينة وسهلة، ما فيهاش شي مكونات كتيرة. جربوها حتى نتوما بهذه الطريقة، غتعجبكم بزاف بزاف. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا معايا المكونات ديالها والطريقه ديالها. المهم بديت كناكل فيها ما حسيتش براسي كيف تشوفوا معايا، حتى قربت نسالي هاد الطروسو كامل. بسم الله. كناخذ هنايا في طنجره صغيره ولا تستعملوا كاسرول، كنديروا فيه 3 المعالق كبارين عامرين من السكر، مع 2 المعالق كبارين حتى هما بومبي من كريم باتيسير. الا ما متوفرش يمكن لكم تستعملوا مايزينا، ماشي مشكل. مع ساشي ديال الفاني ونص لتر ديال الحليب، وصافي نخلط هاد المكونات ولا نحركهم هكا مزيان كيف تشوفوا باش يذوب الكريم باتيسير. عاد نديرو فوق النار مع التحريك المستمر حتى تعقد الكريمه. نزيدو ليها معلقه كبيره عامره من الزبده، الافضل تكون الزبده سبيسيال باش تجي الكريمه ديالنا لذيذه. تذوب هاد الزبده وصافي نطفي عليها، ونفرغ الكريمه ديالي في هاد الاناء اللي كيكون واسع باش تبرد دغيا، وضروري كنغطيوها بسلوفان وكنخليها حتى كتبرد مزيان، عاد كنرجعوا ليها. نوجد معاكم البنات الصوص ديال الفرomboise والفريز. خديت علبه، ديك العلب اللي كيكونوا صغارين ديال الفرomboise مع شويه ديال الفريز كان عندي في المجمد، مقدار كاس ديال الفريز هكاك مع علبه صغيره ديال الفرomboise. كنديرهم في الطنجره ولا في كاسرون كيف كنقول لكم، مع السكر 3 المعالق ديال السكر هكاك. يمكن لكم تنقصوا شويه كميه ديال السكر، بالنسبه ليا جاتني هي هذيك في الحلاوه ديالها، مع عصير ديال نص حامضه. وصافي كنديرو فوق النار نخليه يطيب، ومن بعد كنحركو كيف تشوفوا هكا مزيان بالفوي. انا غنخليه غير هكا خفيف شويه. الا بغيتو يجيكم ثقيل يجي هكا باين مزيان في الحلوه هكا طبقه، تاخذوا معلقه كبيره ديال المايزينا تذوبوها في كاس صغير ديال الماء، وتضيفوا الصوص ديالكم وتخدموا به، يجيكم زوين في المنظر وتجي الطبقه متماسكه مزيان. بالنسبه ليا خليته غير هكاك، ما درتش ليه المايزينا، حتى هكا كيجي زوين. وهنايا كنرجع للكريم ديالي كيف تشوفوا. من بعد ما برد كنزيد عليه علبه من بودره الشانتيي، ونطلع الكريمه ديالي البنات بالطراب الكهربائي. وهنايا كنزيد كأس صغير من الكوك ولا جوز الهند، كيعطي واحد المذاق زوين مع هاد لاكريم. وجدت هاد المول اللي كيكون مربع كيف كتشوفوا معايا، وجدت البسكوي هاد النوع. المهم استعملوا اي مول، من الافضل يكون هكا مربع ولا مستطيل باش يجيكم هكا سهل في الخدمه ديالو. مع البسكوي هكا كيكون مربع.
ولا مستطيل. وضروري كنغطسو في الحليب كيف تشوفوا بهذه الطريقه. كندير الطبقه الاولى ديال البسكوي، والفراغات اللي كيبقاو كنهرسو شويه البسكوي كنعمروهم. كندير الطبقه الاولى كيف قلت لكم ديال البسكوي، ومن بعد كنزيد الطبقه الثانيه ديال لا كريم، ونزيد الطبقه الثالثه ديال الصوص فرومبواز، ونزيد الطبقه ديال البسكوي، وبنفس الطريقه مع الطبقه ديال لا كريم والطبقه ديال الصوص ديال الفرومبواز والفريز. وضروري كنغطسو البسكوي في الحليب. وكنعاود الطبقه الثالثه ديال البسكوي، ونفرغ عليها الكريم اللي بقى ليا على الوجه ديال الحلوى بهذه الطريقه. وصافي غنرش عليها شويه ديال الكوك ولا جوز الهند، وندخلها للثلاجه. وضروري كنغطيوها بسلوفان ونخليها حتى كتبرد مزيان، وعاد كنقدموها. المهم البنات جات لذيذه بزاف بهاد الميلونج ديال لا كريم اللي درت فيه الكوكو ولا جوز الهند ومع الصوص ديال الفرومبواز والفريز والبسكوي. جات صراحه خطيره في المذاق ديالها. وصافي هنايا غنقطعها ونزوقها معكم بهاد الكويرات ديال جوز الهند اللي خلطتهم مع نيستلي. خديت نيستلي مع الكوكو، صافي خلطته وكورته هكا. صافي نزوق بها الحلوى ديالي مع الفريز اللي كان عندي في المجمد، قطعته حتى هو وزوقتها بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. نتمنى الفيديو يعجبكم. الى وصلتوا حتى لهنا شكرا لكم على المشاهده، وخليتكم على خير.